السلام عليكم. شايفين الجمال والقمر ده؟ هلال رمضان هنعمله كده بطريقة حلوة جدا بالكنافة ومحشية بالكريمة. بجد خطيرة، يعني من جمالها كده حلوة قوي. حاجة كده هتشرفك في العزومات، بجد رهيبة. هعرفكم ازاي تعملوها بكل سهولة. نقول بسم الله. عندي نص كيلو من الكنافة بالشكل ده، قطعتها قطع كده صغيرة. عليها نص كوباية من السكر البودرة، ممكن تستغنوا عنها لو مش بتحبوها يعني مسكرة. هي كده هتطلع السكر بتاعها مظبوط. عايزين سكر اقل شيلوا الكمية السكر اللي انا حطيتها. وبعد كده كوباية من السمنة، طبعا سايحة، وهبتدي ارشها كده على الكنافة، ونبتدي بقى نشرب الكنافة كده بالسمنة بالطريقة الحلوة دي لحد ما الكنافة عندي كل السمنة تتشربها بالشكل ده. نجيب بقى الحلة كده او كسرولة عندي، واضيف عليها نص كيلو من الحليب، عليه 3 معالق من السميد. ده سر الكريمة بتاعتنا. السميد بيديها طراوة وطعم كده حلو قوي. ضفت عليها معلقتين من النشا بالشكل ده، ومعلقة كبيرة من الطحين او الدقيق. شوية فانيليا بقى، ونبتدي نقلب الخليط ده كله كده كويس جدا قبل ما نرفعه على النار بالشكل ده. نقلبه بقى كويس جدا علشان ما يطلعش معايا اي تكتلات. عايزاه كريمي كده وصافي جدا. فرفعته هنا على النار وطلع معايا بالشكل ده. طبعا طول ما هو على النار هتبتدي تقلبي فيه على طول. شايفين مفيش اي تكتلات فيها خالص، كريمية جدا. هسيبها بقى تهدى شوية، واجيب بقى الصينية اللي هبتدي اوزع فيها الكنافة. انا هنا حطيت عليها ورقة زبدة، ممكن تدهنوها سمنة بس. وتجيبوا بقى اي طاجن عندكم فخار او اي نوع بيدخل معاكم الفرن. هبتدي اضيفه كده في حرف الصينية بالشكل ده عشان اوزع الكنافة وتطلع معايا بشكل الهلالي الجميل اللي انتوا شفتوه. بجد الطريقة سهلة جدا وبسيطة، وان شاء الله هتعرفوا تعملوها وهتطلع معاكم احلى من اللي عملتها بكتير. نوزع بقى الكنافة كويس جدا بالشكل ده، ونجيب بقى اي حاجة كده نضغط بيها، اي كوباية اي حاجة معاكم. نبتدي نضغط كده بالشكل ده جامد جدا. كده تمام قوي. هضيف بقى الكريمة بتاعتي الجميلة دي. شايفين اصلا هي عاملة ازاي؟ يعني طرية جدا، مش اللي هي تقيلة، عشان لسه هتتماسك معايا بقى في التلاجة. واضيف بقى باقي الكمية بتاعت الكنافة على الوش. هنوزعها كده بقى بالراحة عشان مش هينفع نضغط. فحاولي فرديها كده بشويش، وظبطي بقى ناحية الطاجن كده علشان ايه، نقدر نطلع الطاجن بتاعنا ده بسهولة بعد كده. كده تمام قوي. انا مشغله الفرن بتاعي على 180 بقاله 10 دقايق، ودخلتها بقى الفرن. اول بقى ما تلمي معاكي من الجوانب وتبتدي تحمر كده، هنولع الشواية وتديني اللون الجميل ده. طبعا هنا الشربات عندي برد، يعني بارد، وضفته بقى والكنافة سخنة. انا بحب اضيف نص معلقة سمنة بلدي كده على الوش. هي هتسيح طبعا من سخونية الكنافة. بعد كده هسيبها بقى تتشرب كويس، وبعد كده هدخلها التلاجة وهتطلع معايا بالجمال ده. شايفين؟ بجد تحفة، حقيقي تستحق التجربة، ومن اجمل الوصفات اللي هتعملوها في رمضان. بجد حلوة جدا، واحلى الحلويات اللي هتبدأوا تعملوها. بجد هتعجبكم قوي. شايفين جمالها؟ خطيرة حقيقي. ما ينفعش يعدي رمضان غير لما اعمل الوصفة الجميلة دي. شايفين حلاوتها؟ تحسسك كده بأجواء رمضان، وغير بقى شكلها اللي يفتح النفس. بجد رهيبة،
غير بقى طعمها المميز اللي بيدوب في البق. شايفين كريمية ازاي؟ رهيبة حقيقي، لازم تجربوها هتعجبكم جدا. اتمنى لو عجبكم الفيديو متنسونيش في اللايك والاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. كان معاكم هند سليم، اشوفكم على خير في وصفات احلى واحلى. باي باي.